خواتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسرعه هذا الفيديو ما غيكونش طويل ان شاء الله. كنشكركم على التفاعل ديالكم مع الفيديو ديال الصباح، التعاليق الجميله ديالكم، الثقه اللي كتوضعوا في هذه القناه هذه. يعني ما قلناه ماشي غير البارح ولا اليوم، طيله هذه المده هذه كنقول لكم بان الجلسه الجايه غيتم فيها التاجيل من غير اخواني اخواتي العطله القضائيه او شيء من هذا القبيل. هذا الملف هذا راه ديما تنقول ثقيل وثقيل بزاف، خاصو واحد البحث كبير وانتظروا من الان. الجلسه اللي جايه نهار 21 شهر 9 حتى هي غيطال هذا التاجيل بواحد النسبه كبيره بزاف. الله اعلم الى وقع شي مستجد يعني بسرعه خلال هذه المده هذه، ولكن انا تنقول بانه حتى الجلسه المقبله بواحد النسبه اللي عاليه غتقدر تمشي ايضا التاجيل. علاش اخواني اخواتي؟ لان هذا الموضوع هذا وهذه الجرائم ديال الزنا المحارم او ما يصطلح عليه نورمالمون في القانون المغربي، وهي العلاقات غير الشرعيه، اي الفساد، الخيانه الزوجيه، سموها كما شئتم. يصعب اثباتها. وسائل الاثبات يعني اللي كاينه والفصل هضرنا عليه وعاودنا وتكلمنا عليه كتجعل هذيك الحريه ديال القاضي ما مقيده. ما معنى مقيده؟ على انها محدوده بزاف، عنده واحد الجزئيات بسيطه هي اللي خاصو يتعامل بها في اطار اثبات هذا النوع من الجرائم. ولكن اخواني اخواتي، مادام ان القضيه ديما تنقولها كاينه في غرفه الجنايات، فكاين شي حاجه كيفا با كما تيقولوا الفرنساويين، كاين شي حاجه ماشي هي هذه، كاين شي حاجه تما ما راكباش. اليوم ما كانت لا مرافعه، ما كان لا مناقشات، لا حتى شي حاجه. الملف كله مشى حتى ل 21 في شهر 9. من هنا حتى لذاك الوقت واش تقدر تبان لنا الشاهده ماجده وتغير مجريات الاحداث؟ واش يقدر يظهر لنا شي مستجد اللي يقلب الكل راسا على عقب؟ ذلك ما كنتسناوه باذن الله عز وجل. ولكن هذا الملف والحوايج اللي مرتبطين به والاحداث الاخيره اللي دازت هاد اليومين هاد 3 ايام، تضارب في الاقوال سواء ديال البنت سواء ديال الزوجه الثانيه. رحتوا الزوجه الثانيه فقط يومين كتقول لك بانه ما غيكون والو وبانه الملف غيتسد والملف جاهز والملف خرجنا وقلنا لكم لا شيء من هذا يذكر. لذلك انا تنقول وصراحه يعني هذا تحليلي الشخصي، البنت الا بقات متمسكه هي والاب ديالها وما اعترفوا بحتى شي حاجه غتكون الامور صعيبه بزاف. ولكن دائما فيما كتكون عندنا شي قاعده تيكون الاستثناء. واش هذه القضيه هذه غتكون استثناء في اطار تعامل المؤسسه القضائيه مع قضايا بهذا الشكل هذا؟ هذا الشيء هو اللي كنتهضروا. كنا قلنا بان الصيف هذا العام هذا ما غاديش يكون واحد الصيف اللي بارد، فعلا هو حارق جدا. الحراره مرتفعه بجميع ربوع المملكه، ولكن احنا الحارق والحراره اللي كنقصدوها فهو واحد التعبير مجازي. ملفات صدقوني راها ثقيله على القلب بزاف، راه غير حيت حنا يوميا كنهضروا فيه وكنتكلموا عليه والقنوات كيهضروا والصحافه كتهضر وقضيه راي عام بحال صافي ولا عندنا واحد الشيء عادي ان نخرجوا ونتكلموا. ولكن تصوروا على ان الملف يتعلق بتهمه ديال الاب على انه مارس علاقه جنسيه مع البنت ديالو. هذه هي التهمه، والسيد متهم طبقا للقانون، ما كاينش مشتبه به ولا ظنين. دزناها مرحله المشتبه به عند الضابطه القضائيه، ودزناها مرحله الظنين اللي كيكون عند قاضي التحقيق، والان نحن امام متهم اتهام مباشر من القضاء. والمساله كاينه في غرفه الجنايات، وما ادراك ما غرفه الجنايات. علاش الملف غيطال التاجيل مرات ومرات؟ لانه اذا ثبت ان الرجل دير شي حاجه رغم انني كنقول انه بريء طبقا للماده الاولى من قانون المسطره الجنائيه، بريء حتى تثبت الادانه ديالو. ولكن تصوروا معي على انه الجلسات غطول لان العقوبه ثقيله جدا. تنهضروا على عقوبه اللي ربما تصل الى 20 سنه اخواني اخواتي. ليس بالشيء السهل. هنا كنهضروا على ماشي حتى تغرير بقاصر، وهذه زنا المحارم، يعني قاصر واصول وراه ثقيله بزاف.
راه ما نكذبش عليكم، انا ملي كنبغي نهضر على هذا الملف هذا راه القلب ديالي تيبغي يخرج من بلاصتو، ولكن تنقول بان خصني نخرج ونتكلموا ونهضروا ونتحدثوا في هذا الموضوع هذا اللي ولا عندنا موضوع شائك جدا. وماشي غير المغاربه اللي متبعين وحتى الناس. عندي اصدقاء عرب كيسولوني اش دار هذاك السيد الملقب بفلان. انا دائما اتحفظ على اني نلقبوا بهذا اللقب اللي كيعطيوه، ولا نلقب حتى شي واحد نصدر عليه شي لقب لعده اعتبارات. ولكن الناس الان تيسولوا، اصدقاء جزائريين، اصدقاء تونسيين، وحتى المتابعين اللي جايين من دول عربيه اخرى متبعين هذه القضيه هذه اللي قضيه صعيبه وصعيبه بزاف، واللي محيط بها على انها كلها متشابكه. كنلقاو هنا الشهيده ماجده، كان الفقيه قال لك عنده شي حاجه، كنلقاو زهير تا هو مخشي في الفيلم هذا، الزوجه الثانيه ايضا تا من دخلات انت عارفه حنا عارفه وما عرفناش حنا شكون اللي عارف، وقولي لنا فرقعوا لنا الرمانه هذه والحبال هكذا كلها ملتويه. وعندنا جات عندها هذيك الشاهده كتقول لها شوفي وانا راه شفتهم بعينيا شنو كيديروا. راه ماشي غادي يطلع على السكر، هذا راه مرض نفسانيا. وتصوري معايا انت اختي الكريمه كتفرجي في هذا الفيديو هذا ويجي عندك غير شي مرة تقول لك انا راجلك شفتو مقهوي مع واحد خيتي وعقلك يحبس، عاد انت غتسمعي بان الزوج يا ربي تحفظ مع بنتك. اليوم ولينا امام واحد الظاهره على انه العيالات ولاو كيخرجوا تيخليو بناتهم مع ولادهم مع باواتهم وخايفين مرعودين. مرعودات، يعني ان صح التعبير عفوا، مرعودات نفسانيا مهزوزات. كتقول ويلي ياك ما غيطرى لي لبنتي مع راجلي بحال اللي طرى لهادي وهادي. صافي ولا كيعيشوا كانه واقع، في حين انا حتى القضاء مازال لم يفصل في هذه المساله اللي خطيره وخطيره جدا، خطيره. خاصنا بغينا نعالجوا هذا المشكل هذا، خاصو شي نهار يكون عليه واحد شي بث مباشر، وان شاء الله غنديروا غير طبيعه العمل. وراه شفتوا انني اليوم يعني جوج ديال الفيديوهات باش نبقى نتواصل معكم من العمل. داكشي اللي قلت، خاص واحد الطاوله ديال النقاش ونجبدوا هاد الظاهره هذه المسكوت عن هاد المشكل مسكوت عن، يعتبر طابو. ما معنى الطابو؟ هو خط احمر ما نتكلموش عليه، تحت مجموعه من المسميات، الحشمه وما نتشوهوش وغتجيبوا لنا العار ولا وكذا وهذه. راه كاين واحد المركز في مدينه الرباط، صدقوني الضحايا اللي كيمشيو فقط غير كيعاودوا على المأساة ديالهم من هذا الشكل هذا. هل اللي كتجي مغتصبه من خالها، اللي كتجي مغتصبه من خوها، هل اللي كتلقى بعض المرات اخ مغتصب وخوه، فهمتوني. وكاين واحد المركز كيعنى بهذه الحالات في مدينه الرباط. منين تيوصلوا معاهم وتيقول لهم على اننا نحركوا الدعوه العموميه وندعيو هاد الناس هذو اللي جيتو كتشكاو منهم، تقول لك لا صافي حنا جينا بغينا غير نفسانيا حنا نبردوا شويه وخلاص صافي حنا ما بغينا لا داعي ولا والو. وتصوروا معايا لو على انه كان كل شيء مشى ودار دعاوي، لا كنا امام كارثه من الكوارث. وهذا الشيء هذا مسكوت عليه. ولكن اليوم اش كنقول انا، يعني واعوذ بالله من قول تعالى بكل تواضع، يعني خصنا نعيدوا النظر في الاخلاقيات ديالنا، خاصنا نعيدوا النظر في البناء الاسري ككل. الجيل ديال اليوم وما نعيشه الان وصل لواحد الوضع اللي يثير الشفقه. ما بغيتش نقول الاشمئزاز، لا مشمئز راه مشمئز، ولكن يثير الشفقه. ملي تنقول الشفقه يعني صافي بحال وصلنا لمرحله ديال الاستسلام. ولكن تنقول بانه لا استسلام، يجب ان نحارب، يجب ان نتكلم، يجب ان نتحدث، يكون عندنا واحد الحوار بناء. على الاقل الى خرجوا لنا ملفات بهذا الشكل هذا يستافدوا منهم الناس اخرين. اذا اخوان اخوات، هذا الفيديو راه مبغيتش نطول فيه بزاف. تسناو يعني واحد الفيديو اخر بالليل ان شاء الله، اللي ايضا غتكون فيه بعض التفاصيل الدقيقه ونهضروا مزيان ونشرحوا ونتوسعوا اكثر في هذا الملف هذا.
ونشوفوا ايضا اذا كانت شي اخبار هكذا مرافقه ليه، باش على الاقل تتضح الصوره بشكل كبير امامكم. كنشكركم فعلا وبزاف على التعاليق الجميله ديالكم، على الثقه اصلا اللي كتوضعوا في هذه القناه. صدقوني على انني احبكم في الله. كنلقى بزاف ديال التعاليق تقول احبك في الله والشرمي، انا ايضا احبكم في الله. ما تبخلوش علينا، فقط كما تنقول دائما التعاليق واللايكات والبارطاج على اوسع نطاق باش على الاقل نستمروا. كان معكم اخوكم وتشينبي، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.